أطيب عصير ليمون بالحليب ممكن تدوقوه، رح نعمله اليوم مع بعض. لتحضير عصير الليمون عندي نصف كوب من الحليب السائع، وعندي مكعبات من التلج، و3 كوب من الماء البارد جدا كمان، وعندي كريمة شانتيه ضفت ملعقتين طعام. السكر طبعا بتحطوه حسب الرغبة، أنا ضفت هون 5 ملاعق طعام. بخلطهم كتير منيح بالخلاط ليدوب السكر والحليب تماما. إضافة الحليب بعصير الليمون بحافظ على لونه، ما بخليه يغمق. عندي حبتين من الليمون الأخضر وحبة من الليمون الأصفر، قطعتهم هيك شرائح بهذا الشكل وشلت البذر منهم. هلا بضيفهم بالخلاط فوق المي والحليب وبخلطهم لمدة 10 ثواني تمام. على 3 مرات بطفي وبشغل الخلاط. شايفين؟ ل10 ثواني. هلا بصفيهم بنصفاية. ما صفيتهم رجعتهم على الخلاط، وهلا ببدأ بصبهم بالكاسات الموجود فيها مكعبات من التلج. شوفوا ما شاء الله لونه. صار معنا أطيب عصير ليمون ممكن تدوقوه.